الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. مناسبة هذه الكلمة بارك الله فيكم أن فيه يعني من أشهر قليلة يعني قررت إدارة المسجد، نعم بارك الله فيكم، أن نقوم يعني مقام القاضي فيما يخص يعني فيما يتعلق بقضايا الطلاق بارك الله فيكم. وأنا ترددت يعني في البداية وبعدها وافقت، نعم بارك الله فيكم، لأن فيه مفاسد عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية يا أخوان. نعم، لكن قضية الطلاق يعني كان فيما يخص يعني فيما يتعلق بالرجل الذي يعني يذهب ويغادر البيت ويغادر زوجته ويغادر عياله ويرفض أن يطلق هذه المرأة بارك الله فيك، وهذا ظلم، نسأل الله السلامة والعافية، هذا لا يقبله الله جل وعلا. فإدارة المسجد نعم بارك الله فيكم قررت يعني أن نقوم بهذا العمل، لأن لا أحد هنا في فرنسا يعمل هذا العمل بارك الله فيكم. نعم، وأنتم تعلمون في مثل هذه القضايا الأصل كما قال الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، والكثير يعني من المشايخ والكثير من العلماء الكبار بارك الله فيكم، أن المراكز الإسلامية الموجودة في أوروبا هي التي تقوم بهذا الدور بارك الله فيك. إنما بارك الله فيك عندنا مسجد باريس، مسجد باريس بارك الله فيكم كلهم إخوانجية، نسأل الله السلامة والعافية، كلهم من الإخوان، نسأل الله السلامة والعافية، جهلة من الإخوان يعني تكلم ولا حرج، يحاربون السنة، يحاربون المنهج السلفي، ينكرون عذاب القبر، يطعنون يعني في العلماء الكبار، الشيخ ربيع، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن تيمية رحمهم الله تعالى بارك الله فيكم. نعم جزاكم الله خير. وأنا ذكرت هذا حفظكم الله، أنا مسجد باريس هذا مجلس الضلال والانحراف، مسجد يعني الضلال والانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. فأنا قررت بارك الله فيكم، وبعدها اتفقوا قالوا خلاص بارك الله فيه تكون ككاليف، التكاليف تكون يعني 400 يورو يعني على حسب القضايا بارك الله فيكم، لأنهم رأوا بأن الذي يقوم بتحضير يعني كل ما يخص القضية إلى غير ذلك، نحن نسميه السكرتير هذا بارك الله فيكم، فله أجرة يعني يدفع له أجرة بارك الله فيكم بدون يعني بدون يعني الأوراق والطباعة إلى غير ذلك. قالوا المبلغ 400 يورو يعني يتفاوت، ربما يكون أقل. نعم بارك الله فيكم. فأنا قبلت بارك الله فيكم، ونشرنا يعني فيديوهات في هذا المجال، ثم خرج علينا بعض الناس ينعقون السلامة والعافية، فأنا طلبت يعني من إدارة المسجد أن يوقفوا هذا جزاكم الله خير. وماذا فعلوا؟ كانت يعني نعم بارك الله فيك، كانت يعني في لائحة ووضعوا عليها السعر 400 يورو، ثم بارك الله فيك يعني في المسجد واسألوا يعني الذين يترددون عن المسجد بارك الله فيك، قاموا بحذف السعر بارك الله فيكم، لأني أنا أصلا أقوم بهذا العمل لكن مجانا، والله الذي لا إله غيره، الناس يعني تعرفني بارك الله فيك، وأتدخل حتى إذا كان في خصومات يعني بين الرجل والمرأة يعني، أو الرجل لا يريد يعني أو يمتنع عن إعطاء النفقة يعني لعياله ولزوجته إلى غير ذلك، نتدخل. هذا هو عملنا بارك الله فيك هنا في أوروبا جزاكم الله خير. ولكن بعدها يعني قلت أنا ما أريد مشاكل بارك الله فيك. نعم الحمد لله يعني إدارة المسجد حذفوا السعر وكذا، الحمد لله، هذا بفضل الله جل وعلا. نعم صارت ضجة وكذا. اتصل علي أحد المتعصبين، على متعصب لا أريد أن أذكر اسمه لأن ذكر أسماء هؤلاء مضيعة للوقت، صلى الله عليه وسلم والعافية. بعض المتعصبة لعبد المالك الرمضاني، هو قال له سليم أبو إسلام بارك الله فيك، ويعرفني أنا من سنوات حفظكم الله، كنت عند الشيخ ربيع جزاكم الله خير، وسألته عن حال عبد المالك الرمضاني، والشيخ حذر منه بارك الله فيك. قلت للشيخ هل تسمح يعني بنشر هذا التحذير؟ فنشرت التحذير بارك الله فيك، نشرته وأنا في مكة. نعم بارك الله فيك، عندما كان الشيخ ربيع يسكن في حي العوالي، نعم 2011 أظن، نعم بارك الله فيكم، في حي العوالي. فنشرت هذا التحذير، وهذا لم يعجب عبد المالك الرمضاني ولا أتباع عبد المالك الرمضاني. فاتصل
به بارك الله فيك هذا المتعصب، هذا المسكين هذا، نعم بارك الله فيك، هذا الرجل التائه اتصل بعبد المالك الرمضاني وقال له فيه واحد سليم أبو إسلام وقضايا الطلاق وكذا. قال له بارك الله فيك والناس تفر قال له الناس يعني العلماء يفرون من القضاء ويفرون من الفتوى، وخاصة أنه يفعل هذا من أجل أمور دنيوية إلى غير ذلك، سلام العافية. نعم، وهو وكأنه يريد أن ينتقم، يصطاد يعني في المياه العكرة. نعم بارك الله فيك، كأنه يريد أن ينتقم مني، جزاكم الله خير. فأنا تعجبت سبحان الله العظيم. هذا عبد المالك الرمضاني أنتم تعلمون حفظكم الله، له فيلا في مكة وله فيلا في المدينة. نعم بارك الله فيك. كيف تحصل على هذه الأملاك؟ ما شاء الله، تحصل عليها يعني من طريق جمعية التراث الكويتية الخوانجية، سبحان الله العظيم. ولهذا السبب حذر منه. نعم بارك الله فيك. لأن الرجل عندما تقول بأن الأمور دنيوية ويتبع الأمور الدنيوية، احنا ما عندنا فيلات، سبحان الله العظيم. احنا ما عندنا فيلات وما عندنا سيارات وما عندنا دولارات. نعم بارك الله فيك. أنت عندك الفيلات إلى غير ذلك. نعم، قال لك رمتني بدائها، يعني رمتني بدائها وانسلت. نعم، فأنت بارك الله فيك مش أنا، جزاك الله خير. احنا ما عندنا فيلات بارك الله فيك. أنا ما طعنت في العلماء بارك الله فيك حتى أرضي فلان وعلان من الإخوان المسلمين يا عبد المالك الرمضاني. لست أنا الذي انقلب على عقبيه، نعم، من أجل تحصيل المال يا عبد المالك الرمضاني. لا بارك الله فيك. نحن لم نبع هذا الدين، بل كنا من المنافحين عن السنة ومن المدافعين عن السنة وعن علماء السنة ليومنا هذا. لست أنا الذي طعنت في الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. أنا ما لازلت ليومنا هذا أدافع عن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يومنا هذا، وكل علماء المنهج السلفي. أما أنك تغتنم الفرصة وفلان وعلان، أقول الكلام فيك مضيعة للوقت يا عبد المالك الرمضاني. أنت رجل ضال منحرف وأنت تعلم هذا، حفظك الله. نعم بارك الله فيك، هداك الله، هداك الله يا عبد المالك الرمضاني. نعم، أنت تاريخك أسود، تاريخك أسود. نعم، أما أن تأتي وتتكلم في بارك الله فيك وأغراض الدنيا وهذا لا يوجد إلى غير ذلك، وأنت بارك الله فيك الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله العلماء الكبار، هم علماء الكبار أفتوا بهذا، بالرجوع إلى المراكز الإسلامية في الدول الأوروبية. نعم بارك الله فيك، حتى لا نتحاكم نذهب إلى أين؟ إلى قاضي الكفار؟ لا بارك الله فيك، نذهب إلى قاضي المسلمين. من هو القاضي؟ بارك الله فيك، فالمجالس الإسلامية التي تمثل الجاليات الإسلامية في فرنسا. وهذا قول الشيخ ربيع وقول الشيخ بن باز وقول الشيخ بن عثيمين وغيرهم بارك الله فيك، قول حتى الشيخ صالح الفوزان. أما قضية التكاليف 400 يورو تتحدث عنها، لست أنا الذي أتقاضاها، ولكن إدارة المسجد هي التي قررت بارك الله فيك، التي قررت. وكأنك وجدت شيئا جديدا. نعم، ها هو أبو إسلام ماذا يفعل؟ روح يا أخي، روح هداك الله، روح هداك الله. عندك رجل سبحان الله العظيم لا 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 يعني رجل جاهل. نعم بارك الله فيك، يعني تدفعه حتى ينشر يعني ينشر الدروس لا إله إلا الله. نعم، ثم قال بارك الله فيك في نفس القضية، يقول بأنه عندما يعني أنا يعني إدارة المسجد يعني في اللائحة كتبت يعني الأسباب يعني حتى تأتي المرأة وتترافع إلى غير ذلك وتشكو هذا الزوج، وذكروها. المشكلة مش الرجل، المشكلة هي ماذا؟ المشكلة عندما تكون المرأة لها مشكلة. نعم، والرجل إذا طلق زوجته خلاص الأمر انتهى، سبحان الله العظيم، ما في قضية. لكن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة. نعم بارك الله فيك. فجاء فإدارة المسجد وضحوا الأسباب بارك الله فيكم، ومن بينها أن الرجل يذهب ويغادر إلى غير ذلك ولا يطلق زوجته، فيرفض طلاق هذه المرأة. نعم بارك الله فيك، لا يعطيها حقها. يقول وكأنه يعني المشكلة عند عبد المالك الرمضاني، المشكلة يقول وكأن
المرأة معصومة. لا يا أخي، سبحان الله العظيم. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا؟ استوصوا بالنساء خيرا. وأهل مكة أدرى بشعابها. نحن نعيش في الدول الأوروبية ونعلم ما يجري، ونعلم ماذا؟ ما يجري. نعم بارك الله فيك. أتريد أن أطعن في المرأة؟ لا بارك الله فيك، نعطي لكل ذي حق حقه. والمرأة إذا كانت مظلومة نقول المرأة مظلومة. لماذا؟ لأن الشارع أوصانا بهذا، أوصانا أن نعدل. نعم بارك الله فيك. أو اتق الله جل وعلا يا عبد المالك الرمضاني. وكأنها نحن جزاك الله خير لا نأخذ لا أموال دنيوية ولا شيء، بارك الله فيك، لا نريد دنيا. أما هذا المتعصب الذي اتصل عبد المالك الرمضاني وأمثاله، أمثاله الذين يطعنون يعني في الشيخ فركوس، الشيخ ربيع، والشيخ الشيخ عبيد رحمه الله وغيرهم بارك الله فيك. نعم اتصلوا وكذا. فأنا والله لا أعبأ بكم ولا أعبأ بما تقولونه. هذا لا يهمني ولا يضر السماء نبح الكلاب. أنا أردت فقط أن أوضح المسألة بارك الله فيك، لأن الحديث مع هؤلاء مضيعة للوقت. نعم. فأنت تطعن يا عبد المالك الرمضاني، تقول أهل التجريح إلى غير ذلك، وأنت تغتنم الفرص. سبحان الله العظيم، تغتنم الفرص كالثعلب. سبحان الله العظيم. هداك الله يا عبد المالك الرمضاني. تب إلى ربك جل وعلا قبل فوات